ملعب المفاجآت مع الأستاذ محمد البكيري رئيس اللجنة المنظمة ورئيس تحرير صحيفة الرياضي ورئيس فريق المفاجآت. اليوم انطباعك عن البطولة وعن اليوم افتتاحي بالشكل بالتحديد؟ أول شيء السلام عليكم ومساء الخير. طبعا شايف أنا ما هو جديد على فريق المفاجآت في التنظيم، وأنا زي ما توقعت يعني إن هم الشيء اللي قدموه شيء يوازي يعني تقريبا اللي بيصير في الملاعب الرسمية، واعتقد شيء يعني لا نقول يعني غير مسبوق لكن افضل من غيرهم بكثير في دورات الاحياء، يمكن على مستوى المملكه العربيه السعوديه وليس على مستوى محافظه جده. وفعلا نتمنى احنا جميعا يعني بشراكه الرياضي والمفاجآت في اقامه هذه الدوره ان هي فعلا تنجح وتكون هي سيده دورات الاحياء في محافظه جده. طبعا منذ السنتين الماضية استاذ محمد البكيري والتنافس موجود هنا على مستوى احياء مدينة جدة في إقامة الدورات وفي الشكل يعني الاجتهاد في أن تكون الشركات الراعية موجودة في البطولات، لكن اليوم ربما نحن نشاهد ما قبل الافتتاح ربما استعدادات كبيرة منذ الأيام الماضية، ربما دلت أن تدل على مدى الجهد الكبير الذي قدم، والحفل الافتتاحي ربما يوازي حفلات الافتتاح على المستويات الرسمية. طبعا هذه مفخرة للدورة انه تكون فيها موجودة شركات كبرى، وبمعنى صح كان في هذه الدورة الثانية والتجربة الثانية في إقامة هذه الدورة أن نقنن الشركات التي تقدم فعلا ما يسهم في رفع هذه الدورة ونجاحها، يعني عكس الدورة السابقة بعض الشركات يعني للأسف يعني ما ساهمت بشكل فعال والموعود قبل الدورة، لكن هذه أعتقد يعني يكفي إنه شركة ديهاتسو للسيارات الشركة العملاقة والتابعة لشركة تويوتا هي من قدمت الكأس البطولة ومكافآت الفريق الأول وتقريبا مبلغ 20,000 ريال في هذه الدورة. لكن الآن نترك الاستعداد البطولة، لكن على صعيد فريق المفاجآت العام في النسخة الأولى خسر البطولة ولم يحقق اللقب، لكن رؤيتك للفريق في هذا الموسم وفي هذه البطولة بالذات؟ بعدين لا انسى مطاعم حراء صراحه للناس المساهمين فعلا في هذه الدوره، حقيقه نشكرهم. لكن بالنسبه لفريق المفاجآت يعني انا اتمنى فعلا انه هو من الفرق الصراحه، يعني مو سواء اللي قائم على الفريق فقط انه اقول عنه هذا الكلام، لكن الحقيقه هو من الفرق التي تقدم كره جميله، من الفرق التي هي تعتبر اكثر واجمل الفرق تنظيما حقيقه، وهذا الفضل محمد الحكمي. أعتقد هذا رجل يعني أنا أعتبره من الكنوز الكروية المشرفة التي تستحق أن تنتسب للأندية وليس فقط على مستوى فرق الحواري. بالنسبة لفريق المفاجآت يعني كثير من الدورات خاضها في ال3 سنوات أو ال4 سنوات الأخيرة التي يعني تشرفت أن أكون يعني رئيس لهذا النادي، فكان تغيير الجلد كان من 4 سنوات لهذا الفريق بإحلال كثير من الأسماء التي هم أبناء المفاجآت، بعد أن كان يعتمد على زي ما نقول الطيور المهاجرة أو كثير من الأندية فرق الحواري عفوا نستعين فيها، لكن الآن هم الآن يشكلون واجهة أبرز الفرق في حواري جدة، وأتمنى فعلا أن يكون هذه الدورة تتويج لمستوياتهم اللي قدموها في ال4 سنوات. أصعب المباريات كرة القدم يقولون المباراة الأولى اليوم أمام الجالية اليمنية، حظوظكم اليوم في المباراة؟ طبعا هو المباراة الأولى طبعا هو افتتاحية لهم، وأنا ما أعتقد أنه في كل الأحوال في أي كانت النتيجة أنه هم فرس يراهن عليه فريق المفاجآت حتى نهاية البطولة وليس في المباراة الأولى يعني. يعطيك العافية، شكرا جزيلا، وربما لنا لقاءات أخرى قادمة معك أستاذ محمد البكيري. شكرا يا حبيبي. يعطيك العافية.